السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد. والنهاردة بقى يا جماعة تجهيزاتي لحفلة عيد ميلاد ولادي حبايب قلبي. عايزة أقول لكم النهاردة يا جماعة بصوا مش فاضيه خالص ويومي كله مليان. طبعا انتوا عارفين ان امبارح واول امبارح وانا ملبوخه وطالع عيني في تحضيرات العزومه اللي انا عملتها، فما كانش عندي وقت خالص 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 ان انا حتى ابدا ان انا اجهز بقى ايه لحفله العيد ميلاد. فنزلت بقى دلوقتي حالا جبت بقى شويه حاجات هوريها لكم دلوقتي وجهزت كده البيت علشان الحفله وكده. طبعا بالمناسبه رقم واحد حابه ان انا اشكر كل الناس اللي عزمتهم امبارح وجم نوروني وشرفوني، وجودكم ده على راسي من فوق. وبشكر كمان كل الناس اللي عزمتهم وما جوش برضو على راسي من فوق. وكمان بشكركم طبعا حتى ان انتوا ما جيتوش، بس برضو بشكركم لانكم دايما نفسكم معايا، دايما حسكم معايا، موجودين معايا، وروحكم الحلوه موجوده جوايا وموجوده حواليا في كل مكان. ليه؟ لان دايما بتدعموني بكلامكم الحلو، دايما بتشجعوني، بتكتبوا لي كلام حلو، بتدعوا لي دعوات حلوه، بتحسوا بيا، بتحبوني. انا كمان بحبكم والله العظيم. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. وعايزه اقول لكم انتوا اخواتي واصحابي وعيلتي وحبايب قلبي. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا. يا اجمل عيله في الدنيا، وجودكم ده على راسي من فوق، وجودكم معايا شيء يسعدني ويشرفني. النهارده بقى يا جماعه تجهيزاتي لحفله عيد ميلاد الامير ساجد والامير يامن، فهم الاثنين مع بعض عشان تبقى ليله واحده وخلاص نخلص، مش هرجع اعمل حفله تاني يعني. طبعا انتوا دلوقتي اكيد مستغربين المكان ورايا عامل ازاي. بصوا بقى امبارح انا صورت معاكم تجهيزاتي واكلاتي وكل الحاجه اللي انا عملتها في العزومه، والحمد لله الحمد لله ان هي نالت اعجابكم، والحمد لله ان هي بجد يعني استفدتوا منها، والحمد لله ان بجد يعني اليوم كان زي العسل. وكان بصوا احلى يوم والله العظيم، احلى يوم بجد. مبسوطه جدا بكل حبايبنا واهلنا وقرايبنا وكل الناس اللي جم نوريني. انا مبسوطه جدا بيكم والله العظيم بجد. فانا بقى شقلبت شويه حاجات في الشقه. طبعا انتوا شايفين الركنه انا شلت، بصوا انا شلت بقى. طبعا انتوا عارفين ان المكان ده كده فيه الكرسيين بيبقوا محطوطين هنا، بس بصراحه يعني المكان عندي انتوا عارفين الصاله ضيقه، فانا عملت ايه؟ رفعت الكرسيين دول فوق بعض علشان يبقوا في جنب كده ايه زي ما انتوا شايفين جنب الحيطه، يعني محدش كده كده هيقعد على الكراسي. وجبت بقى الطرف بتاع الركنه اللي كان بيبقى محطوط هنا كده، كان بيبقى هنا كده، فانا جبته بقى هنا جنب الحيطه بحيث ان انا اوسع معايا المكان. بصوا بقى الصاله او الارض يعني بقت واسعه ازاي، شايفين الصاله بقت من هنا كده واسعه ازاي. ليه بقى؟ كمان انا كنت شاده يعني مخليه السجادتين دول متوصلين ببعض اللي هو كده مثلا. بصوا كنت مخليها كده امبارح، كنت مخليها كده. ليه؟ علشان انا رحت جايبه بقى المفرش بتاع السفره اللي هو بنفرشه يعني بناكل عليه، ورحت جايه فرشاه من هنا كده لحد هناك خالص، وقعدنا بقى يمين وشمال، وبسم الله ما شاء الله الصاله كانت مليانه. فانا عملت الحته دي عشان خاطر اوسع المكان بحيث ان احنا يعني الناس اللي تيجي كانت تعرف تقعد. وبرده هسيبها زي ما هي كده. ليه؟ علشان برضو يعني هيبقى فيه النهارده حفله واولاد واطفال ولعب وبتاع، فانا عايزه برضو الصاله تكون واسعه على قد ما اقدر. تمام. ولسه كمان تغيير يعني. بصوا بقى هنا الصاله، السفره. طبعا لو تفتكروا السفره، بصوا طبعا دي الحاجات اللي انا مجهزاها للعيد ميلاد، انا لسه ما زينتش وما عملتش اي حاجه، كل ده هعمله دلوقتي معاكم. بصوا بقى هعمل ايه. السفره دي فاكرين حفله السبوع بتاع يمن؟ حفله السبوع اكيد طبعا كلكم شفتوها وقتها. كنت عامله ايه؟ كنت مدخله البوفيه خالص الاوضه، يعني اي اوضه المهم ان هو يتشال من هنا، ورحت جايبه السفره حطاها كده بالعرض. تمام. اللي هو ايه، كنت حطاها بحيث ان الديكور بقى والبالونات والشكل وكل حاجه والزينه كانت كلها هنا في الجدار ده. فانا ناويه اعمل كده برده دلوقتي في حفله العيد ميلاد. تمام. فتعالوا بقى دلوقتي اوريكم الحاجات اللي انا جبتها وجهزتها لحفله العيد ميلاد. وعايزه اقول لكم متحمسه قوي والله العظيم ومزنوقه، ما عنديش وقت. انا يا دوب نزلت جبت شويه الحاجات وهبدا بقى ان انا ايه اعلق الزينه واظبط المكان واعمل الديكور واظبط الدنيا، والحق كمان ان انا البس العيال قبل ما الناس تيجي. فتعالوا اوريكم انا جبت ايه. بصوا بقى اول حاجه جبت شويه مخبوزات من المخبز، يعني اولهم حاجات يعني بتبقى شكلها شيك وحلوه قوي في العزومات. بصوا عارفه مش في العزومات بقى، في العيد ميلاد.
بتبقى حلوه قوي. بصوا انا الحاجات دي كنت موصيه عليها الراجل بتاع المخبز ان هو يعملها لي علشان اجيبها النهارده تبقى طازه وحلوه. فانا جبت بقى، بصوا ده اللي هو الكرواسون اللي بيبقى عليه شوكولاته كده من فوق. بصوا والله العظيم جايباه من المخبز وهو سخن، بس انا اللي رحت نقيته. يعني هو قال لي يا مدام نقي بقى اللي انت عايزاه. فبسم الله ما شاء الله جبت الكميه دي من الكرواسون. وهنا بقى كمان جبت اللي هو الدوناتس. انتوا عارفين يا جماعه العيد ميلاد يعني اطفال بيحبوا الحاجات دي قوي، وانا والله العظيم والله العظيم انا عامله العيد ميلاد ده علشان خاطر افرح عيالي وافرح كل الاطفال اللي ان شاء الله هيجوا، يعني سواء كانوا هيجوا لوحدهم اللي هم اصحاب ولادي او اللي هيجوا مع اهاليهم او من قرايبنا او كده يعني. جبت كمان الدوناتس دي. بصوا طبعا كل واحده زي ما انتم شايفين متغلفه بستريتش راب بحيث ان هي ايه ما يقفش عليها دبان، ما تتعفرش من التراب كده يعني. فجبت برضو اللهم صل على النبي الكميه دي اهي زي ما انتم شايفين. برضو هنا على فكره ده متغلف او زي ما انتم شايفين. فالحاجه بسم الله ما شاء الله يعني جايه نظافه نظافه يعني. فانا هقفل عليها دلوقتي عشان برضو الحاجه تبقى يعني متحافظ عليها ما تتبهدلش اهي. جبت كمان اللي هو اللهم صل على النبي البوريك اللي هو بيبقى بالجبنه. البوريك اللي هو بالجبنه بصوا برضو بيبقى حلو قوي وشيك في اعياد الميلاد، بحيث ان يبقى فيه حاجات مالحه وحاجات مسكره، مش كل حاجه مسكره يعني، دي سكر ودي سكر ليه شوكولاته وكده. فبرضو جبت شويه حاجات مملحه مخبوزات يعني او معجنات. جبت اللي هو البوريك. وجبت كمان الميني بيتزا. طبعا انا مشكله يعني هتلاقوني جايبه حاجات كتير بس مشكله. بصوا الميني بيتزا كمان اهي حلوه جدا وبرده بتبقى ظريفه قوي والاطفال بيحبوها بصراحه يعني. فجبت برده الكميه دي. اللهم صل على النبي. جهزت ايه تاني يا جماعه للعيد ميلاد؟ جبت بقى بصوا ده زي الباتون ساليه كده يعني، هو مملح بصوا بشكل جديد يعني. هو باتون ساليه بس بشكل جديد، تحس ان هو عامل زي المبروم كده او زي الضفيره. هو مملح بس طعمه حلو قوي، كمان هيتقدم بقى في اطباق كده فهيبقى شكله حلو مع البوريك بقى والميني بيتزا وكده، فبرضه يبقى فيه تشكيل. ايه رايكم؟ بصوا حلو جدا يستاهل بقكم. شايفين زي الضفيره كده. دي بالنسبه للحاجات اللي انا جبتها من المخبز اللي هي مخبوزات او معجنات، منها المالح ومنها الحلو. هسيبهم بقى دلوقتي لحد ما اجي بقى وقت التقديم. اللهم صل على النبي. جبت ايه كمان؟ طبعا انا لازم يكون في عصاير او صودا او كده. فطبعا انتوا عارفين الصودا يعني مش عايزه اشيل ذنب حد الصودا يعني غلط على الصحه ومضر. اي نعم بنشرب وبنضطر نجيب وبتاع، بس لا انا فضلت عشان طبعا هيكون في اطفال فيكون عصير. بصوا جبت بقى الاتنين باليتا على بعض اللي هي العصير ده اهو. واحده تانية اهي. اللهم صل على النبي. ادي الباليتا التانية اهي. بس جبت واحده جوافه يعني. بصوا دي جوافه انما دي مانجا تمام. فهم الاتنين اهي. الباليتا الواحده فيها تقريبا 27 يعني مش مكمله 30. فانا جبت اتنين بصراحه، قلت ان واحده مش هتكفي فجبت اتنين مع بعض تمام. اللهم صل على النبي. جبت ايه تاني؟ بصوا جبت البتاع ده بصراحه انا ما بحبوش، انا بكرهه انتوا عارفين ليه؟ لان بصراحه بيبهدل الشقه اخر بهدله، بس بصراحه ده عيد ميلاد فلازم نفرح ونفرح العيال. فجبت البتاع اللي بيتلف ده ويفرقع، فان شاء الله يظبط الدنيا. وجبت بقى اللي هو الدبل فيس علشان الزينه لما هعلقها بقى دلوقتي. وجبت بقى شويه شموع وحاجات اللي بتعمل شكل حلو دي. وجبت بقى رقم 7 علشان طبعا سجود يا حبيبي روح قلبي هيتم ان شاء الله 7 سنين يا رب، العمر كله يا رب ليهم. ويموني كمان هيتم سنة فجبت رقم 1. في حاجات تانية لسه بس دول من مكان ودول من مكان هوريكم كمان. بصوا ده بقى دي يعني خليني هوريها لكم عن الحاجات التانية. بصوا بقى الشنطة دي شايفين شايفين الشنطة دي يعني تبدو لكم ان هي حاجات كده مش ولا بد كيس يعني اي كلام، بس لا حاجات مهمة جدا. فيها ايه بقى الشنطة؟ اللهم صل على النبي. جبت اللي هي العلب بتاعه البوب كورن اللي هو الفشار تمام اهو. ليه؟ علشان انا هعمل فشار. هتقولي يا سماح هو سبوع هتعملي فشار؟ هقول لكم انا حابه افرح الاطفال، انا حابه ان انا اعمل لهم جو حلو علشان صحاب مالك صحاب ساجد يعني الاطفال بقى اللي هيجوا مع اهاليهم صحابي وكده، فيكون في حاجه هم بيحبوها.
فانا بحاول على قد ما اقدر اشوف الاطفال بتحب ايه وبتميل لايه اكتر، فانا بجيب الحاجه اللي تبسطهم. يعني جبت ادي 1 2 3 4، انا جايبه 5 اهو. الكيس الواحد فيه 5 اهو، فانا جبت 5 علب، 5 ب5 ب25، يا رب يكفوا، حلوين قوي. جبت كمان اللي هي الكوبايات دي، يعني مثلا لو فضيت ميه، لو عملت عصير، المهم ان انا لقيتها فجبتها، قلت اكيد هحتاجها برضو. اهي فيها تقريبا كام مش عارفه، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 كوبايه اللي هي البلاستيك بس الشفافه، برضو هحتاجها يعني. جبت بقى اهم حاجه في الموضوع، الاطباق اللي هيتقدم فيها التورته والحلويات والمعجنات. ما طبعا انا مش هروح اقدم في اطباق من عندي، ده انا امبارح في العزومه جبت الاطباق الفوم وما كفوش، واستخدمت اطباق من عندي وطلع عيني كمان في الغسيل. فلازم يكون في اطباق، بصراحه الاطباق دي جديده وشيك قوي وحلوه جميله جدا. بصوا هوريكم بس كده ايه، يعني هفتح كيس اوريكم. بصوا يا جماعه الكيس فيه ايه بقى، فيه 10 تقريبا شوك، تقريبا 10 شايفين، ومعاهم كمان مناديل، ومعاهم الاطباق بتاعتهم. كام طبق بقى؟ برضو 10 10 2 4 6 8 10 تقريبا 10 اهو. بصوا بالوان مختلفه، هو بلاستيك بس البلاستيك اللي هو الخفيف، يعني استعمال مره واحده، مش هقول لكم ان هو بلاستيك تقيل يعني، لا اللي هو ايه مش مرن قوي يعني، فاهمين، اللي هو طري كده شويه. فدول ادي كده يعني كيس او باكت على بعضه، ومع المناديل بتاعته. فانا جبت كمان واحد، وجبت كمان واحد، وجبت كمان واحد انا جبت 4 علشان يبقوا يكفوا العدد، يعني عشان هيتقدم فيها الجاتوه والتورته والمعجنات والحاجات كلها، عشان ما استخدمش اطباق تانية. واخر حاجه جبت برضو معالق. بصوا المعالق دي حلوه قوي بصراحه، حلوه برضو، اللي هو ايه استخدام مره واحده، عشان ما استخدمش معالق من عندي، فالموضوع يبقى ايه سهل ولطيف وظريف وشيك في نفس الوقت. ايه رايكم؟ جبتها اسود عشان تمشي مع الشوك اللي هنا في الاطباق. شايفين التناسق يا جماعه حتى في المعالق الكيس بتاع المعالق ده فيه كتير وحلو قوي. طيب بعد كده بقى انا هوريكم الحاجات دي هنا، تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي لسه ما شفتوهاش. بالنسبه بقى بصوا دي كمان حلويات عشان الاطفال، ودي حاجه الزينه. تعالوا اوريكم الزينه. بصوا ادي واحده وادي الثانيه، اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه جبت بقى ايه، شايفين ده بنقول عليه طربوش، ده بنقول عليه ايه طربوش. جبت كتير قوي يعني، تقريبا جبت 15، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مظبوط، الحمد لله. كنت بحسب الراجل ضحك عليا. جايبه 15 طربوش. وليه جايباهم احمر يا سماح؟ هقول لكم ليه. علشان انا جايبه كل الديكور هيكون عباره عن اللون الاحمر والابيض، بمناسبه طبعا عيد ميلاد يامن اول السنه الجديده، فيبقى الاحتفال بمناسبه كمان السنه الجديده، فكله يبقى مع بعضه، فان شاء الله الديكور هيبقى بصوا ضرب نار. تمام. ادي الطرابيش. بقيت بقى الزينه عشان نبقى خلصنا منها خالص. بصوا ده شمع، ده شمع. جبت بدل ما اجيب واحده بقى، قلت ساعات بنيجي نولع نلاقي واحده تبوظ مش عارف ايه، ده اللي هو بيبقى يعمل نار كده او بتاع من فوق. فانا جبت العلبه او الكيس ده على بعضه، بيبقى فيه اهو 6، فكده كده يبقوا موجودين، والاطفال انتوا عارفين بيفرحوا وبيحبوا الحاجات دي قوي. جبت كمان الطاره دي عليها هابي بيرث داي، فبرضو حبيتها ان هي تتعلق برضو مع الديكور اللي احنا هنعمله ان شاء الله. وجبت بقى الستاير، زي ما قلت لكم جايبه الديكور هيبقى احمر وابيض، فجايبه الستاير باللون الاحمر اللي هي تحط على الجدار بقى والباب وكده. وجبت كمان المجموعه دي هابي بيرث داي برضو احمر وابيض، حلوه قوي وشيك وجميله جدا. كان في هناك بقى حاجات كتير سبايدر مان ومش عارف ايه، فانا قلت لا انا عايزه الديكور كله يبقى ماشي مع بعضه، يبقى فيه تناسق يعني. وجبت بقى الكيسين دول بتوع البالونات، بصراحه انا بحب الكيس ده قوي. الكيس ده فيه 100، ده كده 100 وده كده 100 اهو. فالبالونه بجنيه، يعني الكيس ده لوحده ب 100 جنيه بس، بيرمي معاكي كميه بصراحه يعني. فانا برضو جايبه البالونات ابيض واحمر. دول بالنسبه للزينه. خلاص انا كده جبت كل الزينه وكل الاطباق والاكواب والحاجات اللي انا محتاجاها. نيجي بقى هنا على يعني بصوا
دي بقى التورته والحاجات، انا مش عايزه احرقها لكم يعني بصراحه، مش عايزه احرق النظام، بس يعني هوريكم شويه حاجات كده. بصوا انا جايبه شويه حاجات يا جماعه، انا مروقه عليهم النهارده والسنه دي في العيد ميلاد، انا مفخمه عليهم بصراحه. انا جايبه بصوا ده كده، يعني بصوا هو ده بسكوت، المفروض ان هو بسكوت اللي هو اسمه لانكشاير. البسكوت اللانكشاير بيبقى شيك قوي برده في المناسبات او في الحفلات اللي هي زي كده، الاطفال بتحب الالوان وبتحب الحاجات دي. فانا جبت الطبقين دول بجانب طبعا الحاجات اللي انا لسه يعني انتوا ما شفتوهاش. تمام. جبت بقى جاتوهات وتورت وبرده مخبوزات وحاجات دي التورته. وبصوا ساجد حتم عليا اللي هو يا ماما انا عايز تورته، مش معنى ان ده عيد ميلادي انا ويامن فتعملي تورته واحده، لا ده انا جبت 2 والله العظيم يا جماعه، خلوني اجيب 2. بصوا بقى الشياكه في العلبه اللي انا هفتحها لكم دلوقتي. بصوا بقى، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى الجمال، ايه رايكم؟ مش قلت لكم انا مفخمه عليهم السنه دي، انا مفخمه عليهم. دي بقى علبه الشياكه والرقي كله. ايه رايكم بقى يا جماعه في الشياكه؟ قولوا لي. انا لقيت محل كده يعني بيبيع حاجات فخمه وحاجات كده شيك، فحبيت ان انا ادخل برضو اشوف، عشان زي ما قلت لكم اجيب حاجات حلوه تليق ان شاء الله بالمعازيم اللي هينوروا. ادي اول طبق اهو، اول علبه بجانب البسكوت اللي هو اللينكشاير ده اللي انا قلت لكم عليه. ويا جماعه برضو على فكره طازه يعني لسه جايه حالا. تمام. بعد كده بقى على طول تاني علبه برضو حيث الشياكه والرقي زي التانية على طول. ده بقى يا جماعه علبه سابليه، انا بحب السابليه قوي بصراحه، ما بجيبوش غير لما يكون في عيد، في مناسبه كده مثلا زي العيد ميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم بقى؟ شايفين الفخامه؟ ما عنديش يا جماعه اغلى من الامير ساجد والامير يامن والامير الكبير طبعا مالك، وما عنديش اغلى من ضيوفي ان انا اقدم لهم طبعا احلى حاجه وافخم حاجه. طبعا بالنسبه بقى للتورت فانا مش هوريها لكم دلوقتي بقى، ما تزعلوش مني عشان عشان ما احرقلكوش المفاجاه. دي اول تورته، واللي هناك تانية تورته، ودي كمان جاتوه عشان انا زودت، لان طبعا بصراحه خفت قوي قوي ان انا مثلا ناس كتير تيجي وان التورتتين ما يكفوش، فقلت لا لازم اسند واجيب كمان جاتوه معاه. اما بقى الكيس ده طبعا كنت هنساه علشان حطيت عليه الحاجات بتاعه الزينه، لما قلت لكم هوريكم الزينه الاول. ده بالنسبه لي وبالنسبه للاطفال كلها ان شاء الله اللي هتيجي، ده اهم حاجه، ده اهم كيس. بصوا بقى، اول حاجه جبت الكيس ده بتاع الفشار. انا عندي علبه فيها تقريبا نص كيلو، تمام، فجبت كمان كيس نص كيلو فشار اللي هو ذره الفشار، علشان لما اعمل يبقى الكميه تبقى ما شاء الله كتير يعني، فانا جبت ده يسند على اللي عندي. تمام. جبت بقى كمان اكياس البوب اللولي بوب دي، بصوا اللي هي المصاصات، يعني عايزه انا هفتحها لكم لان انا كده كده هفتحها يعني، وهرتب بقى واحط كل حاجه في اطباق. بصوا اللي هي اللولي بوب اللي هي المصاصه بمعنى اصح، بس بنكهه البطيخ. طبعا الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي يا جماعه، انتوا عارفين مش محتاجين ان انا اتكلم. فجبت الكيسين دول، ادي واحد وادي التاني. وبصوا بقى، بصوا تعمقوا جوه الكيس من جوه. بصوا بقى، شايفين المارشميلو؟ جايبه لهم برده اللي هي اللولي بوب بس اللي هو مارشميلو. شايفين اشكال والوان، ماليش بركه طبعا غير الاطفال حبايب قلبي. بصوا اشكال كتير جدا ازاي، شايفين؟ طبعا هما بيحبوا الحاجات دي قوي. طيب هنا كمان بقى الكيس ده هو برضو المفروض ان هو جيلي كولا او اللي هو الكاندي، برضو حلو قوي وكيس يعني قيم قوي بصراحه، فلما يتحط برضو كده في البونبونيره مثلا او يتحط في اطباق كده ويتوزع مثلا على الاطفال هيبقى حاجه حلوه قوي ولطيفه. بصوا حلو جدا. تمام. فكنت هنسى الكيس ده والله يا جماعه، كنت هنسى، ده اهم حاجه بالنسبه للاطفال، ده اهم حاجه ده. بس كده يا جماعه، وكده انتوا شفتوا الحاجات اللي انا جبتهم، يعني حاجات بسيطه، يعني انا حاولت على قد ما اقدر ان انا افرح الاولاد، انا كل ده والله العظيم بعمله عشان خاطر الاطفال، انتوا عارفين يعني. فاهم حاجه ان هم يكونوا مبسوطين ويكونوا مرضيين، لان طبعا احنا بنرضى وبنفرح لما نشوف عيالنا مبسوطه، حتى لو احنا رايحين مشوار او رايحين حفله او رايحين مكان، صاحبه البيت لما بترضي العيل اللي معانا احنا بنبقى طايرين من الفرحه. فانا اهم حاجه عندي الاطفال. تمام. بس فانا هقوم بقى دلوقتي اعمل ايه، انا حبيت اوريكم الحاجات دي، ان انا هجهز دلوقتي بقى معاكم، او ان انا بوريكم التجهيزات للحفله بتاعه العيد ميلاد. هعمل ايه؟ هعمل الفشار واجهزه، هعمل بقى الديكور، ناويه ان شاء الله اعمل الديكور زي ما قلت لكم، هلف بقى السفره وهدخل البوفيه، الحاجات دي كلها هعملها مع نفسي، وابدا اجهز مالك وساجد ويامن واجهز انا كمان.
انا دايما بتظلم وبسيب نفسي اخر حاجه مش عارفه ليه. وهبدا بقى ان انا اوريكم الفيديو اللي هو بتاع الحفله، هيكون فيديو بسيط وطبيعي خالص. انا مش عامله حفله في مكان، انا مش عامله حفله حاجه واو ومكلفه ومش عارف بالشيء الفلاني، لا. انا بحب البساطه، انا بحب الحاجه تكون طبيعيه في البيت زي اي حد. ما بحبش الافواره، ما بحبش الحاجات اللي ملهاش لازمه، ما بحبش الحاجات اللي بتبقى زياده عن اللزوم. فانا ست بسيطه وست طبيعيه وبحب اتعامل بطبيعتي، تمام؟ بس كده. فانتظروا بقى ان شاء الله فيديو حفله عيد ميلاد ساجد ويامن، يا رب ان شاء الله تعجبكم وتطلع باكمل وجه. وهحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم كل الاجواء اللي فيها، كل الناس هحاول. عشان في ناس يا جماعه يعني امبارح في فيديو العزومه انا صورت الصوره اللي انتوا شفتوها دي، كان في ناس والله واقفه جنبي في المطبخ بيساعدوني، بيغرفوا معايا وبيحطوا معايا الاكل. فانا يعني في ناس ما بتحبش تظهر، فاللي بتشوفوه مثلا في الصوره بيبقى فيه زيهم او قدهم خلف الكاميرا او ورا التصوير، ما بيحبوش يظهروا. فانا بحترم الحته دي، ما اقدرش اصور حد هو مش حابب يظهر، انتوا فاهميني؟ بس كده. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو حفله العيد ميلاد ان شاء الله باذن الله بالليل. تصبحوا على الف خير ومع الف سلامه، عشان مش فاضيه، انا مش فاضيه دلوقتي. مع السلامه.